هي أطيب شوربة عدس حتعملوها بحياتكم مع بعض الإضافات يلي ما حتشوفوها إلا بهالفيديو. أنا التيتا سوسو وحبيت شارك معكم تركيبتي السرية لشوربة العدس، ويلا بسم الله. أولاً بطنجرة ستانلس وسط على النار منضيف زيت الزيتون، بصلة كبيرة مقطعة وكم حبة توم، منقليهم شوي بالزيت يلي صار حامي، منقلبهم شوي حتى يدبلوا. وهلأ حبتين جزر وسط مقطعين ومنروح فيهم على الطنجرة ومنقلب شوي. برشة صغيرة من الزنجبيل مفيدة خصوصا بالأكل الشتوي وبترفع الطعم. حبة بطاطا كبيرة مقطعة مكعبات وسط ومنضيفها ومنقلب. وهلأ خبروني بالتعليقات حدا استخدم البروكولي مع شوربة العدس من قبل؟ صدقوني حتخسروا كتير إذا ما جربتوها. عطتنا شوربة كتير مميزة وقيمتها الغذائية روعة. معلقة مرقة الدجاج، ملح حسب الرغبة، معلقة صغيرة كركم، كمون، ونص فلفل أسود. منقلب حتى تاخد الخضرة من كل النكهات. وهلأ بغسل كوب من العدس الأحمر حبة نظيفة وبصفيه وبزيده على الخضرة وبقلبهم مع بعض شوي. ولكل كوب عدس بدنا 5 أكواب مي. بزيدهم وتقليبة بسيطة وبتركن حتى يغلوا. هون ببرشلون نص حبة من جوز الطيب. صدقوني يلي ما شاف هالفيديو رحت عليه. هيدا السر علمتني اياه خالتي الله يوجه لها الخير، ومن وقتها ما بتنعمل شوربة العدس بالبيت إلا بهالطريقة. وهلأ بعد ما غلوا واستوت الخضرة بضربهم بالهاند بلندر، وإذا ما عندكم فيكن تستخدموا أي خلاط، بس بنصحكم بهالمكنة بتساعد ست البيت كتير وبتوفر عليها الجلد. بعد ما نطحنوا منيح بتركن يغلوا شغلة 5 دقايق. حتى تستمتعوا أكتر بالطعم، الخبز المحمص شي ضروري. بدهنهم بزيت الزيتون وبرشلهم النعناع اليابس وبقلبهم مع بعض، ودقايق بالفرن بيصيروا جاهزين. يلا مع بعض نسكب أطيب شوربة عدس بالتاريخ. شوربة مفيدة جدا، كتير طيبة والكل حيحبها. إذا حابين تعرفوا شو في بالصحن الوردي اكتبولي بالتعليقات. يلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ولايك ما بتشكي من شي حتى نعمل سوا أهم وأطيب الوصفات. وشكرا من القلب.